وصباح الورد يا صاحبي. ايه الكومبو بيرجع يا جدع. حلقات جديدة وحلقات تستاهل بصراحة النهاردة. يعني اللي في دماغي النهاردة حلقات عليها القيمة قوي، وانا النهاردة عايز احتفل. والله العظيم عايز احتفل انه شيرين عاملة اغنية حلوة قوي 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 قوي. غنوة مثيرة للجدل، زي ما بيقولوا كده she didn't play safe. ما راحتش على الحتة المضمونة، ما قالتش كلام سهل، ما عملتش لحن سهل، لا 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 خالص. خد بالك ان احنا بقالنا سنين عايشين في ان اي اغنية للفنانة شيرين بينزل معاها مشاكل، فبتلاقي نفسك ملهي في المشاكل اكتر ما انت ملهي في الغنوة بتقول ايه. المرة دي الغنوة نازلة كأغنية، وده خبر حلو قوي. والغنوة مثيرة للجدل بجد، لانه كلامها مش سهل. ما هياش زي مثلا الذهب ولا هو ده اللي كان لان ما كنتش بحب الاغاني دي بصراحة. الغنوة دي رايحة في حتة شيرين نفسها كان نفسها تروحها زمان. خلينا نتفق انه شيرين دلوقتي، شيرين مواليد 80، يعني السنة دي شيرين عندها 46 سنة. فالكلام التقيل يليق عليها، كلام التقيل يليق عليها. كلام التقيل ده اللي مطربات تانيين بيغنوه من زمان. مش ويا رب والنبي يا رب عدي الحلقة دي على خير، لانه محبي الفنانة شيرين متحفزين قوي. بس والله العظيم الحلقة دي معمولة لها بمنتهى الحب. هقول لك تباعا كلمات والحان عزيزي الشافعي، توزيع وهندسة صوتية توما. غنوة فلامنكو ناعمة رايقة، لحنها رايق، لحنها فيه تكرارات جميلة. تعال نبص على الكلام بتاعها. خلينا نبص على كلام الغنوة. كلام الغنوة مليان تحديات، مش سهلة خالص. تعال بص، مؤاخذة يعني اخوكو كبير في السن مش صغير. هقول لك تباعا ايه اسباب غرامي بجمالك وحبي الشديد، وليه اندفعت اندفاعا، وليه انقطعت انقطاعا عن الدنيا وانت بعيد. هخلص كلامي الاغاني ولحن كلامي الجديد، نقضي الليالي استماعا، واسهر واقول لك بحبك وعمري ما اقول لك وداعا. يعني كلام شديد البلاغة. خلينا نتفق ان عزيز الشافعي بيحب قوي ميكس الفصحى بالعامية. يعني هقول لك ايه، انت اجمل من رأت عيني، ما هو كاتب الكلام ده مع انغام. ولما العالم يفنى ويخلص، دي الفاظ مش موجوده في عاميتنا، لكن هي في نفس الوقت بتثري الكلام. فتخيل بقى ان هو باني غنوه كامله على الميكس بين الفصحى والعاميه. تباعا يعني هقول لك ورا بعضه كلام متلاحق. اسباب غرامي بجمالك وحبي الشديد. يعني الغنوه حلوه قوي، الغنوه كلامها حلو قوي. وبعدين هخلص كلام الاغاني ولحن كلامي الجديد. الجمله دي بليغه قوي، لما انه كلام الاغاني مش مكفيني ان انا اقول لك انا بحبك قد ايه، لا ده كلامي انا شخصيا، الفاظي هلحنها لك واغنيها لك، ونقضي الليالي استماعا، عمري ما اقول لك وداعا. كلام حلو قوي. وقافيه صعبه جدا على فكره، قافيه حقيقي صعبه، قافيه يعني قافيه مش سهل انها تتعمل اطلاقا. يعني تعال نشوف بقيه الكلام. عيونك دوبوني، نظرتك تهزم عيوني، يملكوني يهلكوني، احس قلبي بيرتجف. اسمك احلى الاسامي زي سكر فوق لساني، ضحكتك دي مجنناني، واما تغمز بتكسف. نظرتك تهزم عيوني، دي كلمة برضو لفظ جديد. يملكوني يهلكوني دي حاجة ما قالهاش غير سيد حجاب زمان في كلام تتر مسلسل ارابيسك، وتقع في خية تملكك تهلكك. وراك عم عزيز وشايفين، يعني احنا عارفين من اين تم استلهام هذه التعبير. احس قلبي بيرتجف. عايز اقول لك ان انا ما سمعتش بيرتجف دي في اغاني مصري، لكن سمعتها في الخليج كتير. فوالله العظيم الغنوة قوية بجد. اسمك احلى الاسامي زي سكر فوق لساني. انا عندي مشكله طبعا ان القافيه هنا مش مظبوطه، اسامي ولساني، لكن رجعنا ظبطنا في ضحكتك دي مجنناني، واما تغمز بتكسف. واخدين بالكم الغنوه فيها كام قافيه؟ يعني تعالى نعتبر ان البلوك الشطره البيت الواحد مقسوم اربع بلوكات. عيونك دوبوني، نظرتك تهزم عيوني، يملكوني يهلكوني، احس قلبي بيرتجف. قافيه متفقه في 3 شطرات، والرابعه قافيه تانية. اسمك احلى الاسامي زي سكر فوق لساني، ضحكتك دي مجنناني، واما تغمز بتكسف. عشان تتفق بيرتجف مع بتكسف. بين رمشي ورمشي مصحي عينيا ما تنامشي، عليا كلامك يمشي وهزعل موت لو تمشي. كلام تقيل. ثم نرجع بقى للحته الدلوعه بتاعت شيرين، وهزعل موت لو تمشي. طيب احنا كده
كده احنا اتكلمنا عن الكلام، ولكن اللحن فعلا فيه تحدي كبير، الغنوة فيها تحدي كبير جدا. للأسف الشديد علمونا مؤخرا ان الأغنية لازم كلامها يبقى قليل ولحنها يبقى A B A B عشان تتحفظ وخلاص. الغنوة دي فيها A B C، يعني فيها الغنوة دي فيها دخول، وبعد الدخول المفروض يبقى بريدج عشان السينيو، لا ده فيها بلك تانية كاملة، وبعد كده في بلك تالتة كاملة اللي هي السينيو. ده صعب، ده صعب، ده تحدي، ده مش سهل، ده بيحط الغنوة نفسها في مزنق، يا ترى هتتحفظ ولا لا، هتتحفظ حلو ولا لا. تمام، طب نتغلب على ده ازاي؟ باننا نخلي اللحن سلس. ما هو لما الكلام يبقى معقد لازم لحنه يبقى سهل، فتلاقي ان اللحن يقعد تيرا تارا تارا تاريرا تارا تارا تاريرا تيرا تارا 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 تارا، بسيط. بعد كده تيرا تارا 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 تارا، بساطة بساطة، مفيش فزلكة. غنى شيرين هنا مظبوط وحلو واحلى من الحضن شوك. انا عندي مشاكل مع الحضن شوك ومش عارف، وما رضيتش اعمل ريفيو عشان ما حدش يزعل مني. يعني الغنوة كان فيها مميزات وفيها عيوب. هنا اللحن بسيط يناسب صوت الفنانة شيرين في التوقيت اللي هي فيه دلوقتي. ان شاء الله يا رب تستعيد صوتها تماما ويكسر الدنيا يعني. اللحن بسيط سهل دارج. اتخيل الغنوة دي في الحفلات هتعمل شغل يا رب، ويا رب انا منتظر بفارغ الصبر حفلة اغسطس بتاعت شيرين بتاعت الساحل، حفلة العودة اللي بجد. توما عامل توزيع حلو قوي. توما خارج عن بينج توما ملك المقسوم المعظم وملك التوزيعات الجروفي، فعامل توزيعية فيها طبقات من المزيكا الحلوة. انا حابب الاغنيه قوي، حابب الغنوه، وبمشي دندنها مع نفسي، وببارك للفنانه شيرين، ببارك لفانز الفنانه شيرين، وببارك لحبيبي عزيز الشافعي على تبع انتباه. السلام عليكم.